السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. أتمنى تكونوا بخير وفي أفضل حال. وصفة اليوم وصفة صحية وتعتبر من أكتر الوصفات الصحية اللي أنا بحبها. تقدروا تقولوا عليها بيتزا صحية، فطيرة صحية، المهم إن هي وصفة غنية بالقيمة الغذائية، مشبعة جدا، طريقتها سهلة جدا، هتعمليها بدون فرن وبدون عجن في أقل من 10 دقايق هتكوني عاملة أحلى بيتزا صحية. أنا واثقة اما تجربوها هتعتمدوها. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. في بول نزلت ب2 بيضة، هنزل عليهم بشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، هتقلبيهم مع بعض كويس جدا. هنزل عليهم بنص كوب من دقيق الشوفان ما يعادل 50 جرام. نزلت عليهم ب2 معلقة كبيرة من بقدونس مقطعة ناعم، ربع كوب من الجزر المبشور، معلقتين كبار من الجبنة القريشة أو أي جبنة بتحبيها، معايا ربع كوب من الحليب هضيفه بالتدريج. هنزل بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر وشوية من حبة البركة. ميزة الوصفة دي ان انتي تقدري تستخدمي اي نوع دقيق تاني بدل دقيق الشوفان، وممكن تستخدمي شوفان الحبة الكاملة، بس الاول هتنقعيه في نص كوب من الحليب الساخن لمدة 10 دقايق قبل ما تنزلي بيه على الخليط. وده القوام معايا، انا استخدمت ربع كوب بس من الحليب. لو حسيت ان القوام معاكي اتقل من كده ممكن تزودي معلقة او معلقتين كمان من الحليب. بالنسبة للتسوية على نار متوسطة، هتدهني الطاسة دهنة بسيطة خالص من زيت الزيتون او اي زيت نباتي متوفر عندك. بعد كده هتنزلي بالخليط كله وتوزعيه كويس في الطاسة. هتغطيه وتخلي النار على اقل من المتوسط. تقريبا هتاخد معاكي 3 دقايق هتلاقيها بدأت تاخد لون من تحت، وهتكون حوالي 80% سوا، بس احنا حابين نقلبها علشان تاخد لون من الناحية التانية. هتدهني الطاسة الاول دهنة بسيطة من الزيت وترجعي تنزلي بيها تاني. تقدري تقدميها بالشكل ده من غير ما تزودي عليها اي اضافات، بس احنا عايزين ان هي تاخد وش البيتزا، او تكون بيتزا صحية لذيذة ناكلها في اي وقت نفسنا فيه في بيتزا. عايزه اقول لكم اولادي بيحبوها جدا بالطريقه دي، بقوا يطلبوها مني اكتر ما بيطلبوا مني البيتزا العاديه. زي ما انتم ملاحظين نزلت بشويه من الجبنه الموزاريلا، شويه من الزيتون، فلفل اخضر، طماطم، اي حاجه متاحه عندك او حابه تضيفيها هتضيفيها. واخر حاجه بقى اللي بتفرق في الريحه والطعم، رشه من الزعتر. هترجعي تغطيها تاني وتهدي عليها النار خالص لحد ما الجبنه تسيح معاكي تماما. هتاخد معاكي تقريبا دقيقتين وهتاكلي احلى بيتزا صحيه، طعم وريحه في منتهى اللذاذه. زي ما انتم ملاحظين عملنا بيتزا صحية في اقل من 10 دقايق، عاملينها بطعم وريحة خطيرة. بعد ما بتاكلي منها شريحة او 2 بتحسي ان انت شبعتي جدا. فلو هتعمليها على الفطار هتقضي 3 افراد و4 كمان. يلا جربوها بالطريقة دي، بجد خطيرة. لو نفسك في بيتزا حالا وخايفة الدايت يبوظ، جربي البيتزا بالطريقة دي وانت ان شاء الله هتعتمديها. انا من محبي الوصفات الصحيه جدا وبحب الوصفات اللي بالشوفان، رغم ان في كلام طالع اليومين دول يقولك ان الشوفان مش كويس، بس انا بالنسبه لي الشوفان حلو جدا. وانا ما باكلش الشوفان لوحده، دايما بدخل معاه اضافات تانية بتزود من القيمه الغذائيه. فبالنسبه لي هو مفيد ومشبع جدا، وبدخله في وصفات صحيه كتير جدا. هسيب لكم اكتر من لينك الوصفه صحيه في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا لها في اي وقت. عايزاكم تلاحظوا قوام البيتزا، تحسوا ان هي من بره واخده طبقه مقرمشه ومن جوه طريه. وعايزه اقول لكم طعم الخضار فيها مش باين، ما يضايقكيش خالص، بالعكس طعمها حلو جدا. لازم تجربوها بجد. لو حسيتي ان الكميه اللي انت عاملاها كتير عليكي تقدري تحتفظي بيها في الفريزر. بعد ما بتبرد تماما بتحفظيها في علب حفظ الطعام وبتسيبيها في الفريزر، وتخرجيها وقت ما بتبقي عايزه وتسخنيها في الميكروويف او في الفرن، هتبقى معاكي كأن انت لسه عاملاها حالا. يلا جربوها. اتمنى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.